لو عايزة شعرك شايني وناعم وكمان بيلمع زي كده، تعالي اقولك على وصفة النهاردة هتفرق معاكي جدا في قوة شعرك وفي لمعانه، وكمان هيبقى شكله هيلثي جدا، والشعراية نفسها البصيلة بتاعتها قوية قوي، ما بتتكسرش. لو عندك كمان مشاكل حصلت بعد الصبغة، بعد الفرد، بعد البروتين، كملي على الوصفة بتاعتنا دي وانتي هتشوفي نتائج بإذن الله من أول شهر وممكن أقل. اول حاجة هتجيبيها هي معلقة صغيرة من القرنفل او المسمار، وده بيقوي وبيغذي الشعر جدا. تاني حاجة، وده غني عن التعريف، اللي هو اكليل الجبل او الروزماري، سواء الفريش او المجفف. بتجيبيه من عند العطار، ولو فريش بتجيبيه من عند اللي هو بياع الخضار. المكون اللي بعد كده وهو معلقة من حبة البركة او الحبة السوداء. ودي يا بنات انا ما كانش معايا عندي منها غير حبة صغيرين جدا، انا ضفتهم، بس انتوا حطوا منها معلقة كبيرة، لان فوائدها جميلة جدا وكمان للشيب تجنن، وبتدي لمعة للشعر، ودي من الحاجات اللي وصلنا بيها او عليها الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وبالمناسبة دي تعالوا نصلي مع بعض على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. هنحط حوالي 2 أو 3 من ورق الغار. ورق الغار من اكتر الحاجات الفعالة جدا للشعر، وبتدي كثافة ومنع تساقط، وجميلة جدا جدا في تغذية شعرك. فعشان كده احنا ضفناها للخلطة بتاعتنا دي. انا عايزة اقول لكم ان الخلطة دي غنية جدا، انتي لو استخدمتيها كده لوحدها بس انتي مش تحتاجي حاجة تاني بعدها. هتضيفي بقى كوباية كده من المية عشان هنسيبها تغلي على النار لمدة مثلا 10 دقايق. وانا هنا بقى اختياري، لو مش عايزة تضيفيه مفيش مشكلة، انا هنا ضفت اللي هو معلقة من الرز الابيض. ولو كمان عايزة تضيفي معلقة من الشوفان مفيش مشكلة. سيبيهم بقى يغلوا على النار، كل حاجة هتنزل الفوائد بتاعتها جوه المية دي. وهما بيغلوا كده هاتي معلقة من العسل، وفي العبوة اللي انتي هتضيفي عليها الوصفة او الخليط بتاعنا كله هتبتدي تضيفي معلقة من العسل، بيدي ترطيب ولمعة للشعر هايلة هايلة هايلة. عشان كده هنضيف معلقة من العسل، وكمان ممكن تضيفي معلقة من جل الصبار او جل الالوفيرا اللي هو بيتباع في مراكز في محلات التجميل. خلاص كده الوصفة بتاعتنا كل المكونات غليت مع بعض. اهم حاجة تكوني مغطياها عشان زيوت الطيارة نفضل محتفظين بيها ونستفيد بيها في شعرنا. وده بيكون شكلها بعد ما صفيناها، شايفين لونها بيكون عامل ازاي. لو انتي ضفتي حبة البركة بزيادة هيبقى لونها غامق شوية. هتجيبي بقى العبوة اللي احنا حطينا فيها معلقة العسل، وهتبتدي تحطي الخليط بتاعنا، وده بيكون شكله. ترجيها كويس واستخدميها قبل كل شاور، يا ريت 3 مرات في الاسبوع. واقفلي الشعر ببونيه او بونيه حراري لو عندك لمدة ساعتين او 3، وافركي ودلكي لمدة 5 دقايق لما تيجي ترشيها على الفروة. واكتبيلي في الكومنتس تحت النتائج اللي انت شفتيها، ومتنسيش تحطي اللايك.